مباراة القمة، والمباراة اللي أحداثها مش عايزة ومش عارفين نخلصها. المباراة اللي تبدأ بين الأهلي والزمالك. ما تنسناش باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والمباراة دي مباراة الأهلي، والمباراة دي اللي الأهلي أصلا كان لاعب فيها وهو لا سكواد وغيابات ومدير فني لسه متغير من أجنبي المصري، والدنيا بايظة خالص في الأهلي. لكن طبعا هل لعيبة الزمالك يستغلوا ده؟ لا لا لا، ما يبقوش لعيبة الزمالك لو استغلوا حاجة زي كده، إلا إن يشاء القدير إن الدنيا تتغير وينزل الزمالك والأهلي والمباراة تبدأ، وأول 10 دقايق الزمالك يكتسح الأهلي اكتساح كامل. طبعا أنت مستغرب اللي هو إزاي الزمالك عملها. الزمالك اكتسح الاهلي اكتساح كامل في اول 10 دقائق، والجمهور الاهلي يحط ايده على قلبه والدنيا تبوظ. مش طبيعيه، صح؟ انا برضو زيك كنت كده، يعني انا زملكاوي وكنت بتفرج على الماتش وكنت زيك كده مش مصدق اللي حصل ولا اللي بيحصل، ولا هي دي لعيبه الزمالك وايه ده، ايه الروح الحلوه دي. في اول 10 دقائق لعيبه الزمالك يضيعوا فرصتين. الفرصتين دول مش يعني هي فرصه، يعني كوره تتباصى فاللعيب يستلمها فيحاول فتبقى فرصة ضايعة، أو إنه يرقص لعيب، أو إن الكرة يبقى فيه قدامه 2 3 من لعيبة الفريق الخصم ويسدد أو يحاول يعدي من لعيب فتبقى فرصة ضايعة. هو ده تحليل الفرصة. لكن لعيبة الزمالك لا، هم جالهم انفرادين. أيوة زي ما بكلمك، لعيبة الزمالك جالها انفرادين في أول 10 دقائق كانوا كافيين يخلصوا المباراة. إلا إن في فلسفة كده غريبة وكده، كله ميسي، كله عايز يلعبها ارتو. يا عم أنت خلص المباراة. أنت لو خدت بالك إن المباريات دي بتكسب ولا تلعب، مش تلعب ولا تكسب. الكلام ده المباريات دي تكسب ولا تلعب لحد الدقيقة 30 بس، لحد الدقيقة 30 بس المباريات دي تكسب ولا تلعب. بعد الدقيقة 30 اللي يحصل؟ بعد الدقيقة 30 نتفاجأ بحاجات غريبة. من الدقيقة 10 للدقيقة 30 والدنيا ايه، الزمالك تراجع تام. الزمالك مش لاقي نفسه، لكن الحظ كان مع الزمالك وشاء القدير وان الكرة تخدم ايه، الزمالك. وضرب ضربة جزاء لعدي الدباغ اللي ما كانش ظاهر يعني غير في الانفراد اللي ضيعه، لكن ضربة جزاء لعدي الدباغ. عدي الدباغ خلص ضربة الجزاء كده بسهولة؟ لا، يلعبها عبد الله السعيد. مش معقول يعني اللاعب اللي جاب ضربة الجزاء هو اللي يسددها، المعروفة يبقى متشتت كلام ملهوش أي لازمة. فعدي الدباغ يلعب ضربة الجزاء اللي جابها عبد الله السعيد. طبعا عبد الله السعيد واللي اتمرن سنين، مش سنة ولا 2 ولا لعب موسم كده ولا نص موسم مع الشناوي، لا ده اتمرن سنين مع الشناوي في الأهلي، سدد ضربة الجزاء. طبعا كان توقع ضربة الجزاء إن هي ضايعة، وفعلا ضربة الجزاء ضاعت، ضيعها عبد الله السعيد. الحظ يسكت؟ لا، لازم يخدمنا تاني. يروح الحظ يراجع الفار بنفسه، مش الحكم اللي يروح للفار، الحظ اللي هو يروح راجع الفار بنفسه ويقول ان في 2 لاعيبه من الاهلي ولاعيبه من الزمالك دخلوا منطقه الجزاء وكانوا مؤثرين، عشان لو ما كانوش مؤثرين مش بتاع ضربه الجزاء، وكانوا مؤثرين. يسكت عبد الله السعيد؟ لا، يروح الحمد لله انه سكت المره دي، يروح يدي ضربة الجزاء لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد دخل سدد ضربة الجزاء والحمد لله سطرت وهدف والدنيا زي الفل. طبعا الفرح مش عادش مدرج الزملكاوي، جمهور الزملكاوي اللي على القهاوي، والجمهور الزملكاوي اللي في البيوت، والجمهور اللي ساب شغله، والجمهور اللي ساب دنيته كلها مصرفة كلها عشان يشجع النادي ده. الفرحة مش ساعة، ما هو يعني الموضوع مش طبيعي. أنا كنت أول 10 دقايق كويس، بعد كده من الدقيقة 10 للدقيقة 30 خربانة الدنيا معايا، فجأة ضربة جزاء والحظ يعيدها تاني وتيجي هدف، يعني هتيجي والدنيا كده خلاص زي الفل وردي. لا برضه ما تمشيش الدنيا كده. نيجي إحنا اللي فايزين من الدقيقة 30 فايزين 1-0، المفروض نلعب بارتياحية، المفروض نحضر، المفروض يبقى فيه بقى باصات ومهارات وتقول على الكورة، واقفة على الكورة، وإن لعيبة الزمالك ما تستعجلش. لكن لا، ما فيش الكلام ده برضه في الزمالك.
اللعيبة لا توقف على الكورة، ولا شفنا منها مهارة، ولا شفنا منها أي حكاية. كل اللي حصل إن شفنا إن الأهلي عمل كل حاجة في الكورة. طبعا عبد الله السعيد من بعد ما ضيع ضربة الجزاء اللي هي اتسجلت، خلاص يا عم عبد الله، يعني خلاص، لا، الفورمة بتاعته ضاعت خالص، وطلع من مود المباراة خالص عبد الله السعيد بعد ضربة الجزاء اللي ضيعها. تمشي المباراة وإن الأهلي دفاعه يبقى زي الفل، نص الملعب يمسك الكرة ويخليش الزمالك يستلم كرة. الزمالك قبل ما يستلم الكرة وبيقطعها بيكون لعيب الأهلي خد منه الكرة ازاي ما تعرفش، بس هو ده اللي حصل، إن الزمالك تفضل مع الكرة لأكبر فترة. ده ما حصلش في المباراة دي، إلا إنه الزمالك الفايز من دقيقة 30 للدقيقة 70 بيدافع. يعني تيجي تحلل كده المباراة وتتفرج على المباراة تحس إن في عك في عك وفي حاجات داخلة جوا بعضيها، ده مش طبيعي. الطبيعي إن الزمالك يفتح خطوط شوية أو يلعب حتى على المرتدات، عشان الأهلي فتح المباراة، عشان الأهلي بيهاجم، عشان عايز يعوض، عشان عايز يفوز، عشان عايز يفرح جمهوره. لا، الأهلي عمل كل حاجة، لكن الزمالك لا لا لا، دافع دافع. قبل ما الكرة تستخلص الزمالك بيكون لاعيبة الأهلي استخلصوها، وعملوا كمان هجمة وفرصة وانفرادات تضيع، والدنيا إيه زي الفل مع الأهلي. بس هو مين اللي دخل لعيبة الأهلي الجيم أصلا؟ لعيبة الزمالك. لعيبة الزمالك لو وقفت على الكورة ما بصوش باصين ثلاثة على بعض، لعيبة الزمالك ما بصوش باصين ثلاثة صح على بعض يخلوا اللاعب اللي قدامه حتى ييأس ولا يتعب من الجري، ولا الخطة بتاعت الأهلي تتفشكل، ولا اللعيبة تبدأ تروح في أماكن غير أماكنها عشان تستخلص الكرة من الزمالك، ولا أي حاجة. إحنا ما شفناش الكلام ده. كل القصة اللي حصلت إن إحنا دفعنا 40 دقيقة كامل، 40 دقيقة شوط كامل بتدافع فيه قصاد الأهلي بهجومه، رغم إنك كل كرة كنت تروحها بالغلط على دفاع الأهلي كنت بتعمل مشكلة على الدفاع، والدفاع ما كانش بيقطع الكرة بصورة مباشرة. لكن اللي حصل أصلا أنت عندك آدم كايد ما شفناهوش طول المباراة، علاء الدباغ اتصاب وطلع، نزلنا نصر منسي، وعندنا مهاجم شاب برا. بس هو اللي حصل، المدرب عايز كده، وجهة نظر ووجهة نظر فنية ومحدش ينفع يتكلم فيها، فالدنيا تبوظ أكتر وأكتر. ألفينا ما لقيناهوش، ألفينا في جيب كوكا وتحط من بداية المباراة لآخر المباراة. يعني ألفينا يعني المفروض إن كان جمهور الزمالك مراهن على مين؟ مراهن على ألفينا. ألفينا يسكت أو يتكلم أو يتحرك أو أي حاجة، ما عملش أي حاجة يا إخوان ألفينا في المباراة. ويقعد أبوه برا يقول لك، يقول له بدل ما بيحبش إخوان بزيرة يقول له إخوان ألفينا، ما بيحبش إخوان ألفينا يقول له إخوان بزيرة، وشغلانة عك في عك، وينزل في المباراة. يعني جبتك يا عبد المعين تعين، لقيتك عايز تتعامل، لقيته عايز تعدي كلمة قليلة، ده ما لقيتهوش جوا المباراة خالص. كوكا كان بيقطع الكرة من إخوان ألفينا قبل ما يستلمها. ده كوكا كان لاعب بمبدأ إخوان ألفينا ما يعديش بالكرة، لا يعدي هو لا تعدي الكرة، الاثنين ما يعدوش مع بعض، لو جه الاثنين يعدوا مع بعض شيل الاثنين برا الملعب. فالدنيا ما بقتش هي، والزمالك ما بقاش هو الزمالك، يعني الدنيا باظت خالص. يروح بقى نص الملعب، نص الملعب ما كانش موجود. عبد الله السعيد من بعد مضيع ضربة الجزاء وهو ما كانش موجود، رغم من ضربة الجزاء إذا عدت الحمد لله وجات عم عبد الله، لا برضه إذا كان بيحرك الكورة وقف. نروح لناصر ماهر اللي فاكر نفسه ميسي ولا رونالدينهو، ولا مش عارف فاكر نفسه ديفيد بيكهام، ولا فاكر نفسه مين مش عارف. كل كرة بيستلمها عايز يرقص مش عارف ايه فجأة، ولكن دفاع مفيش، وفجأة ما تلاقوهوش، وراح فجأة يغير مدرب الأهلي ينزل حسين الشحات. حسين الشحات اللي ما كانش بيبقى في القائمة أصلا، ما كانش بيقعد على دكة البدلاء أصلا، ينزل الهدف الأول لحسين الشحات. هوب بعدها ب8 دقايق بالظبط يا مؤمن، دقيقة 78 ضربة جزاء يجيبها مين؟ حسين الشحات. يدخل تريزيجيه هوب جول الزمالك، والأهلي 2-1 للأهلي
اللي كان خسران من الدقيقة 30 للدقيقة 70، من الدقيقة 70 للدقيقة 78 لا الموضوع يختلف، الوضع يتغير كليا. يبقى الأهلي هو اللي في المقدمة والزمالك متأخر، فالزمالك لا حول ولا قوة، هو متأخر في النتيجة واللعيبة مش لاقية بعضيها، والدنيا مش هي الدنيا، يعني الدنيا مش هي الدنيا خالص مع الزمالك. وفجأة حسين الشحات تشاور الإخوان عارفين أنت قصير، بعد المباراة يقول لك لا 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 ما كنتش على إخواننا عارفين، أنا عمري ما أتنمر على لاعب. على فكرة حسين الشحات كنا نمشيها إنك تنمر وكنا هنزعل منك وبس، الكل كان هينتقدك في التنمر، الكل كان هينتقدك، جمهور الأهلي قبل جمهور الزمالك. لكن حسين الشحات لأنه غايب لفترة واسمه اتمحى مش اتنسى، والجمهور عايزه يمشي والإدارة عايزة تمشيه والمدرب مش مقتنع بيه، لا لازم ياخد الترند حتى لو مش بصورة كويسة. اللي هو ازاي ياخد الترند حتى لو مش بصورة كويسة؟ لا ده أنا مش بقلل من اللعيب لأن أنا مش بحب التنمر، المتنمرين طلعها بتصريح، ده أنا كنت أقصد الزمالك مش اللعيب. فأنت كده تركب الترند وتقول عشان الشحات برافو، لا لا لا، أنت الكل هينتقدك، أنت عايز تطلع الترند بس على الفاضي. هو حسين شحات أنت عملت مباراة ليك موسمين، عملت مباراة واحدة، يعني المفروض تحمد وتشكر وخلصنا على كده، وإن هيبقى لك مكان تلعب والكلام ده. لكن أنت زيت في الزيت أو الموضوع يبوظ منك، لا فاتت خالص جو منك دي. ما تنسناش باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، عشان تتابع معانا أخبار الكورة وتحليل المباريات لحظة بلحظة.